بات ريان شرقي لاعب ليون الفرنسي على أعتاب تمثيل منتخب الجزائر خلال الفترة المقبلة رغم تمثيل منتخبات فرنسا للشباب، وذلك لسبب عائلي. وتألق ريان شرقي بشكل لافت مع منتخب فرنسا خلال نهائيات بطولة كأس أوروبا للشباب. اللاعب الملقب بالظاهرة أسهم في 3 أهداف ما بين صناعة وتسجيل خلال المباريات الأربعة التي خاضها الديوك في يورو الشباب. ورغم أن تألق ريان شرقي مع منتخب فرنسا للشباب يمنحه فرصة كبيرة للانضمام إلى المنتخب الأول، غير أن موقع فينك فوتبول الجزائري أكد أنه اختار تمثيل محاربي الصحراء، وبإمكان موهبة أولمبيك ليون تمثيل 3 منتخبات، وهي فرنسا البلد الذي ولد فيه عام 2003 بجانب الجزائر التي تنحدر منها والدته، وإيطاليا بلد والده. لكن موقع فينك فوتبول المختص في متابعة كرة القدم الجزائرية أكد أن عائلة اللاعب تدفعه باتجاه تمثيل منتخب الجزائر مستقبلا. وتأتي هذه الخطوة لعدة اعتبارات، من بينها سهولة فرض نفسه مع المنتخب الجزائري عكس ما سيحصل في حال اختياره تمثيل منتخبي فرنسا أو إيطاليا. ويستعد منتخب الخضر لاستقبال دفعة جديدة من المواهب أصحاب الجنسية المزدوجة في فترة التوقف الدولي المقبلة، من بينهم أمين بويري وياسر العروسي. ويعتبر ريان شرقي هدفا رئيسيا لمنتخب الجزائر الساعي لتجديد العهد مع لقب كأس إفريقيا بجانب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.